هيلو ايفرون، معكم فخامة، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. وكي يستطير أحد أفضل السكنات على الإطلاق بلعبة فري فاير هي سكنات الأرانب. فمثلا هذا السكن وهذا السكن اتشهر فيهم اليوتيوبر المغربي وايت تريبل فور، وكل المعجبين بهذا اليوتيوبر صار بدهم يحصلوا على هذول السكنات. أيضا بقية سكنات الأرانب تعتبر سكنات نادرة وقيمة بالجيم، عشان نزلت مرة واحدة بلعبة فري فاير وعاد قليل جدا من اللاعبين يلي حصلوها بحساباتهم. فهي المرة قررت شركة جارينا انه تفاجئ الكل وترجع كل هاي السكنات دفعة واحدة وبحدث واحد فقط. لهيك قررت بالفيديو تبع اليوم اني احرق وياكم هذا الحدث ونشوف الحظ تبعنا ونتعرف على التكلفة الإجمالية لهذا الحدث، وايضا في نفس الوقت نقدم هيك شوية نصائح عشان نحصل على هذول السكنات بأقل تكلفة ممكنة. كل هاي الأمور رح نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل بعد هذا الفاصل القصير. طيب يا أعزائي المشاهدين، مثل ما تشوفوا معي بالحساب 1943 جوهرة كاملة جاهزين عشان نبلش الحرق في حدث سكنات الأرانب. قد عدد من حضراتكم الحين رح يحكي لي خصوصا بالتعليقات، يا فخامة أنت شو قاعد عم بتخبص؟ يعني معك 1900 جوهرة وناوي أنك تحرق حدث سكنات الأرانب؟ يا رجل أقل صانع محتوى نزل مقطع عن هذا الحدث كان صرفان 4000 جوهرة 5000 جوهرة وإلى آخره. يعني انت معك 1900 جوهرة وبكل ثقة بالنفس قاعد بتصور هذا الفيديو. طيب يا شباب، انا غير كل صناع المحتوى يلي نشروا بالفعل مقاطع عن هذا الحدث، وراح احكي لكم ليش. اولا لانه انا بالفعل معي اغلى سكنات ارانب موجودين في هذا الحدث. فلو نفوت مع بعض هون الى الحظ الملكي يا اعزائي المشاهدين، راح تلاحظوا انه بالفعل اغلى سكن في هذا الحدث سكن الارنب الرعدي مملوك بالفعل، وكمان سكن الارنب الناري مملوك بالفعل. انا فقط حبيت من وراء هذا الفيديو انه احصل على بقيه سكنات الارانب، يعني هذا السكن تبع الارنب الاول وكمان هذا السكن وكمان هذا السكن. لهيك انا بتوقع انه بما انه انا معي افضل الارانب، يعني اغلى الارانب اللي نزلوا بهذا الحدث، انا بتوقع انه قرابه ال2000 جوهره هو عدد كافي للغايه عشان احصل بقيه الارانب، وكمان رح نكتشف الحظ تبعنا بهذا الفيديو ان شاء الله. طيب يا شباب، في هيك خدعة بسيطة أو تركية بسيطة أنا بستخدمها عشان أرفع من نسبة حظي في مثل هاي الأحداث. فعلى سبيل المثال التعاون الأخير اللي سويته شركة جارينا مع شركة بيما للملابس اللي بيتمثل في نزول هذا الإسكنات يا أعزائي المشاهدين، فقط بخلال 1000 جوهرة قدرت أني أختم كامل هذا الحدث. خليني بس أورجيكم الإسكنات اللي أنا بتحدث عنها. مثلا هذا التيشيرت اللي هسه واضح أمامكم، وكمان هذا التيشيرت، وكمان البنطلون تبعه. يعني أنا خلصت كامل الحدث يا أعزائي المشاهدين عن طريق بس 1000 جوهرة من خلال خدعة راح أشرح لكم إياها الحين يا أعزائي المشاهدين، لهيك بدي تركزوا معي. طيب أول خطوة بتسويها بتفوتوا هون إلى الشخصيات وبتختاروا شخصية بنت ما بتكونوا دمجين معاها شخصيات أخرى. يعني على سبيل المثال هون فقط شخصية سونيا ومش واضع معاها شخصيات أخرى. كانت هاي الخطوة الأولى. بعدين راح تفوت هون للأسلحة وتمسك سلاح خايس شوي. يعني على سبيل المثال راح اختار هذا السلاح تبع الام 4، بخليه هيك في اليد تبعي. بعدين اطلع من هون يا أعزائي المشاهدين. من ثم راح نفوت حاليا إلى الحظ الملكي. يعني أنتم فقط ما راح تخسروا ولا شيء لو سويتوا هاي الطريقة. أنا لما سويت هاي الطريقة بالحدث اللي فات أنا خلصت كامل الحدث عن طريق 1000 جوهرة، وحاليا أمامكم يا أعزائي المشاهدين لساتني مش مسوي ولا لفة بهذا الحدث تبع سكنات الأرانب. وراح نكتشف حاليا مع بعض هل هي الخدعة راح ترفع من نسبة حظنا، وهل راح نستطيع نحصل على سكنات الأرانب بأقل تكلفة ممكنة. الإجابة راح تكون أمامكم الحين. طيب بنقول هيك بسم الله ونسوي أول 5 لفات معانا بهذا الفيديو ونشوف شو راح يطلع معانا باللفة الأولى. باللفة الأولى حصلنا أول توكن خاص في الأرانب. أنا ما بحتاج هذول التوكن يا أعزائي المشاهدين لأنه أنا بالفعل معي سكن تبع الأرنب الرعدي. طيب بنقول بسم الله ونسوي ثاني 5 لفات بهذا الفيديو ونشوف شو طلع معنا. طلعت معنا فقط مجموعة تبع صناديق تبع أسلحة. بسوي كمان ثالث لفة هيك وطلع معانا كمان توكن يا أعزائي المشاهدين من خلال ثالث لفة ب5 لفات يا أعزائي المشاهدين. بنسوي كمان هيك 5 لفات ونشوف الحظ تبعنا حاليا شو يطلع معنا. طلعت معنا كمان صناديق تبع أسلحة. طيب حاليا بنسوي هيك حسنا ونسوي كمان 5 لفات ونشوف شو يطلع معنا. يلزم حاليا على الأقل يطلع معنا إحدى سكنات الأرانب. يعني إحنا حاليا صرفنا 500 جوهرة، حصلنا 2 توكنات وحصلنا مجموعة هيك من الجوائز. يعني نسبيا
الحظ ممتاز لو أنا ما كان معي سكين الأرنب الرعدي، لكن حاليا ما فيني أسوي ولا شيء بهذول التوكنات غير إني أستمر في اللف. طيب حصلنا كمان حاليا صناديق تبع أسلحة، خلينا نسوي هيك لفة ب25 ونشوف شو راح يطلع معانا. طلع معانا فقط مجرد صندوق. بنسوي كمان هيك 5 لفات ونشوف شو يطلع معانا يا أعزائي المشاهدين. طلعت معانا كمان مجرد صناديق خاصة بالأسلحة. خلينا نستلم هذول الجوائز هيك على سبيل المثال. هون هذا اللوجو يا أعزائي المشاهدين، وكمان هي البطاقة يلي فيني استخدمها عشان ألف على الحدث تبع الأرانب. نسوي كمان هيك 5 لفات ونشوف شو يطلع معانا يا أعزائي المشاهدين. بتوقع حاليا طلعت معانا جائزة قيمة تتمثل في سكن أو الغلاف تبع هذا السلاح. بنسوي هيك حسنا، بنسوي كمان 5 لفات ونشوف شو يطلع معانا. حاليا بتوقع انه طلع معانا ايضا نفس السلاح، يعني راح احصل فقط على مجرد توكنات حمراء. راح نسوي كمان هيك 5 لفات ونشوف الحظ تبعنا هل يبتسم لحضراتنا. لا، فقط طلع معانا مجرد توكن، وانا مثل ما حكيت لكم ما بحتاج هذا التوكن لانه بالفعل معي سكن الارنب الرعدي. طيب بسوي هيك حسنا. مثل ما تشوفوا حاليا صرفنا قرابة 1000 جوهرة وحصلنا على 3 توكنات. حصلنا على الغلاف تبع السلاح وحصلنا كمان يا أعزائي المشاهدين على بعض التوكنات. طيب بنسوي هيك 5 لفات كمان ونشوف الحظ تبعنا كم رح يطلع معانا. طلع معانا حاليا هذا البنر الخاص بالأرنب الناري. طيب بنسوي هيك حسنا ونسوي كمان 5 لفات ونشوف شو يطلع معانا. طلعت معانا مجرد توكنات أو مجرد صناديق يا أعزائي المشاهدين ما لها أي قيمة. طيب حاليا فاضل معانا 700 جوهرة، يعني 7 لفات ب5 لفات، إجماليا 35 لفة. طيب بنقول هيك بسم الله ونسوي كمان 5 لفات ونشوف الحظ تبعنا. طلعت معانا فقط مجرد صناديق تبع أسلحة. راح نسوي هيك 5 لفات وراح نوقفها هيك بشكل مباشر. كمان طلعت معانا مجرد صناديق أسلحة. يا رجل ليش الحظ صار خايس؟ أنا حكيت لك يا فخامة من بداية الفيديو إنه أقل صانع محتوى أنفق 5000 جوهرة و4000 جوهرة، وأنت ناوي إنك ب2000 جوهرة تحصل حدث. يعني أنت مجنون أو شو؟ طيب نفترض انه انا مش معي سكين الارنب الرعدي او سكين الارنب الناري، يعني بتوقع انه حظي بيكون اسوأ حظ على كامل السوشيال ميديا، لانه انا ما طلع معي ولا سكين خاص بالارانب حاليا. مثل ما تشوفوا انا حاليا انفقت يا اعزائي المشاهدين 1600 جوهره كامله وما طلع معي ولا سكين خاص بالارانب. يا رجل خلوني اصور الفيديو. ليش كل الناس صايره ترسل لي الحين لما فتحت تصوير الفيديو؟ طيب خلينا نسوي هيك حسنا. فضل معانا اخر 10 لفات يا اعزائي المشاهدين. هاي اللفة طلعت فيها فقط صناديق أسلحة، وكمان هاي اللفة الأخيرة طلعت فيها كمان مجرد صناديق. يعني أنا حاليا يا أعزائي المشاهدين أنفقت 1900 جوهرة عشان حصلت في النهاية 3 توكنات مجرد جوائز أخرى. يعني حظي أنا بعطيه من 10 ناقص 1. طيب نسوي هيك تزويد ونشوف شو قائمة الجوائز يلي نقدر نستبدلها يا أعزائي المشاهدين بلفات إضافية. طيب هذا السلاح راح أسوي هيك مطالبة في الخزنة. كمان هذا البنر أو هذا الغلاف الخاص بسكن الأرنب الناري كمان راح أسوي له مطالبة في الخزنة. في حين بقية الجوائز أنا ما بحتاجها يا أعزائي المشاهدين. يعني بقية الجوائز كلياتها عبارة عن صناديق أسلحة وصناديق تبع سكنات مؤقتة، يعني أنا ما بحتاج كامل هذول الأشياء. طيب فبسوي هيك يا أعزائي المشاهدين تحديد لبقية الأشياء وارجع تم حضراتكم بقية الفيديو. طيب يا أعزائي المشاهدين قمت بتحديد 90 صندوق كامل، ومثل ما تشوفوا من الأسفل بيحكي لي أحصل على 30 لفة. 30 لفة دفعة واحدة. بتوقع يعني نسبيا أنه على الأقل يطلع معي إحدى سكنات الأرانب الثلاث الموجودة داخل هذا الحدث. وحاليا راح نكتشف مع بعض الحظ تبعي. بسوي هيك بنقول بسم الله ونسوي لا تذكرني مرة أخرى ونسوي تأكيد. خلينا نشوف شو طلع معانا يا أعزائي المشاهدين. تقريبا طلع معانا سكن السلاح من جديد. بسوي هيك حسنا 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 من جديد. طلع معانا البنر، طلع معانا كمان سكن تبع الأسلحة، يعني تقريبا نفس الجوائز اللي كانت معي حصلت عليها من جديد. بنسوي هيك واحصل على 10 لفات ونشوف شو طلع معي. كمان طلعت معي الحقيبة يلي أنا بالفعل معي هي الحقيبة يا قرينا. أنا ما بحتاج هذول الجوائز، فيك تطلع لي جوائز أخرى يمكن أنا استفاد فيها. طيب أحصل على 3 لفات كمان ما طلع معي ولا شيء. مثل ما تشوفوا يا أعزائي المشاهدين أنا قمت بإنفاق 2000 جوهرة أو عفوا 1900 جوهرة. حصلت في الأخير فقط على 3 توكنات خاصة بسكين الأرنب الرعدي، وحصلت على مجموعة جوائز أخرى ما لها داعي، يعني غلاف تبع سلاح وبنر ومجموعة صناديق تبع أسلحة وسكنات مؤقتة. تقييم الحظ تبعي إنه حظ زبالة. يعني هذا النوع من الأحداث بيحتاج كم كبير بالجوهر. حتى الخدعة أو اللي حكيت لكم عنها ببداية الفيديو إنك تسوي سكن تبع البنت وتمسك سلاح خرا في يدك وما أدري إيش، كل هاي الأمور ما نفعت مع هذا النوع من الأحداث، لأنه هذول الأحداث مثل ما حكيت لكم بيحتاجوا كم كبير من الجوهر
عشان على الأقل تحصل على إحدى الجوائز المدرجة داخل هذا الحدث. طيب خلينا نشوف مثل ما حكيت لكم قائمة الجوائز يلي فضلت داخل هذا الحدث ويلي أنا ما حصلت عليها. مثل ما تشوفوا أنا حاليا معي تقريبا كل الجوائز الجانبية، فقط تبقى سكن الأرانب الثلاث، وكمان تبقت معانا هي الحقيبة وهذا السكن تبع الثلجة يا أعزائي المشاهدين. فشو راح نسوي الحين؟ الحين راح نقوم مع بعض كمان بشحن بعض الجواهر الإضافية عشان نخلص فيها تصوير هذا الفيديو، لأنه ما بيجوز إني أنزل هذا المقطع على قناتي باليوتيوب وأنا ما حصلت ولا جائزة. فأمهلوني هيك بعض الثواني أقوم كمان بشحن بعض الجواهر وأرجع أتابع مع حضراتكم بقية الفيديو، فخليكم معي. طيب يا أعزائي المشاهدين، رجعت بعد ما قمت بشحن أكثر من 2000 جوهرة داخل حسابي بلعبة فري فاير عشان أخلص فيهم تصوير هذا الفيديو وأحرق الحدث تبع الأرانب. يعني تخيلوا أنفقنا أكثر من 1900 جوهرة وما حصلنا ولا سكن من سكنات الأرانب الثلاث. فعلى الأقل أتوقع حاليا أنه هذول الجواهر كافيين عشان نحصل على الأقل ولو سكن واحد يا أساطير. طيب أول خطوة راح أسويها راح أشيل شخصية البنت الغبية دي وأرجع السكن تبع الولد. ثاني شيء راح أسويه راح أرتدي سكن الأرنب الرعدي عشان أأكد لشركة جارانا إنه أنا ما بحتاج التوكنات. يا رجل أنا معاي سكن الأرنب الرعدي وسكن الأرنب الناري، فبدي إياك إنه تعطيني سكنات الأرنب بشكل مباشر ولا تعطيني ولا توكن. طيب راح نفوت حاليا مع بعض إلى الحظ الملكي هيك على هي الشكل. نسوي بسم الله ونسوي أول 5 لفات هيك ب100 جوهرة. طيب خلينا نشوف حاليا شو راح يطلع معي. طلعوا معي كمان صناديق غبية خاصة بالأسلحة. طيب ثاني 5 لفات طلع معانا تقريبا توكن. انا حكيت لكم ما بدي التوكن، مثل ما تشوفوا انا معي سكين الارنب الرعدي، ليش بتعطيني توكن يا جارينا؟ طيب حاليا حصلنا كمان على 8 لفات. طيب رح نسوي هيك 5 لفات ونشوف شو رح يطلع معنا يا اعزائي المشاهدين. ما طلع معنا ولا شيء. انا لقيت واحد ناشر بجروب انه هذول البطاقات الخضراء بيرفعوا من نسبة الحظ تبعكم ما ادري ايش. هذا كلياته كلام فارغ على عينكم يا اعزائي المشاهدين. صرفنا اكثر من 2000 جوهر وصرفنا كمان بطاقات وما طلع معنا ولا شيء حرفيا. طيب بنسوي هيك حسنا يا جارين على الاقل اديني احدى سكنات الارانب، ليش بتخليني انزل هذا الفيديو بدون ما احصل ولا سكن؟ طيب بنسوي هيك حسنا ونشوف شو راح يطلع معي. طلع معي فقط مجرد صناديق خاصه بالاسلحه. طيب بسوي هيك لفه ب 25 جوهره، بلكي شركه جارانا تحن علينا. كمان طلع معنا صندوق تبع اسلحه. بسوي كمان هيك 5 لفات وشوف شو يطلع معنا. طلعت معي هي الحقيبه الغبيه للمره الثالثه اتوقع بذا الفيديو. طيب بسوي هيك حسنا ونسوي كمان 5 لفات ونشوف شو طلع معنا. طلعت معانا كمان هذا الصندوق يلي ماله ولا لازمه حاليا بحسابي. طيب بنسوي كمان هيك 5 لفات ونشوف شو يطلع معنا. طلعت معنا فقط صناديق تبع اسلحه. يعني بتوقع انه ده ازبل حظ يمكن تشوفه يا عزيزي المشاهد على منصات التواصل الاجتماعي. حاليا صرفنا مدري يعني كم جوهره وما طلع معانا ولا شيء حرفيا. يعني انا فلست بسبب هذا الحدث وما طلع معي ولا شيء. مثل ما تشوفوا كمان طلع معي هذا الغلاف تبع السلاح للمره الثالثه او الرابعه بذا الفيديو. يا جارينا اعطيني احدى سكنات الارانب، ليش بتسوي فيها هيك؟ خلينا نسوي كمان هيك 5 لفات ونشوف شو يطلع معانا. ما طلع معانا ولا شيء حرفيا. 5 لفات اخرى ما طلع معانا ولا شيء. 5 لفات كمان ما طلع معانا ولا شيء. 5 لفات كمان ما طلع معانا ولا شيء. يا رجل ايش الحظ الزباله ده؟ طيب خلينا نسوي هيك 5 لفات ونشوف شو يطلع معانا. ما طلع معانا ولا شيء. يا رجل شو هذا الحظ الزباله يا رجل؟ خلينا نقول هيك بسم الله ونسوي كمان 5 لفات. ما طلع معانا كمان ولا شيء. فاضل معانا 1000 جوهرة. أنفقنا 2900 جوهرة والعديد من اللفات الإضافية ما طلع معانا ولا شيء حرفيا. أنا مش عارف ليش حظي زبالة هيك. طيب خلينا على الأقل نقوم باستبدال هذول الجوائز ونحصل هيك على 28 لفة نشوف شو يطلع معانا. طلعت معانا فقط مجرد صناديق خاصة بالأسلحة ما لها أي لزوم حرفيا. طيب نسوي هيك حسنا ونسوي كمان 5 لفات. يا أعزائي المشاهدين من هذا المنبر ولا حدا فيكم يشحن جواهر ويحرق هذا الحدث. يعني شايفين الحظ تبعي قديش زبالة. يعني أنا أنفقت حاليا أكثر من 3000 جوهرة وشايفين أمام أعينكم الحظ تبعي. طيب بسوي كمان هيك 5 لفات. يعني أنا بداية الفيديو كانت عندي ثقة وما أدري إيش عشان إني أحصل هذول السكنات بأقل تكلفة على غرار بقية صناع المحتوى. فصار العكس. يعني تخيلوا معي سكن الأرنب الرعدي والأرنب الناري وما طلعت معي إحدى هذول السكنات الزبالة حرفيا. يعني أنا فقط حبيت أسوي هذا الفيديو وأنشره على القناة. يعني أنا ما بدي أصلا في تلك السكنات عشان أنا معي أفضل السكنات بالفعل، لكن مثل ما تشوفوا الحظ الزبالة. يعني ما فيش أي سكن رضى انه يطلع معي بهذا الفيديو. يعني الحمد لله انه معي هذول السكنات ولا كنت انجلطت. يعني 4000 جوهره كلياتها راحت فقط على صناديق تبع اسلحه. طيب بنسوي هيك حسنا بنسوي كمان 5 لفات ونشوف شو يطلع معي. كمان ما طلع معي ولا شيء. اخر 5 لفات كمان بتوقع ما رح يطلع معي ولا شيء. طيب حاليا بكون انفقت 4000 جوهره ما حصلت ولا سكن. حصلت 4 توكنات وكمان مجرد صناديق تبع اسلحه.
آخر هذول اللفات خلينا نشوف شو راح يطلع معنا فيهم يا أعزائي المشاهدين. ثواني بس بتوقع سكين الثلجة، بدي أحصل على سكين الثلجة. ثواني بس، خلينا نرجع هيك، نرجع كمان ونسوي هيك مطالبة في الخزنة. طيب بنسوي كمان هيك اختيار سريع، ثواني بس هيك تزويد، بنسوي هيك اختيار سريع واحصل على 26 لفة ونشوف شو يطلع معنا فيهم. فيش سكن تبع أرنب، لا كمان طلع معنا غلاف السلاح الزبالة ده يلي ملوش أي لازمة. بسوي كمان هيك حسنا 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 حسنا. طيب بسوي هيك اختيار سريع ونسوي احصل على 8 لفات ونشوف شو راح يطلع معنا يا أعزائي المشاهدين. كمان ما طلع معنا ولا شيء غير مجرد صناديق تبع أسلحة. آخر 3 لفات بذا الفيديو طلعت معنا مجرد صناديق أسلحة. آخر لفة بذا الفيديو وطلع معنا صندوق أسلحة. يعني يا أعزائي المشاهدين ما فيش ولا شيء جديد. ذي الحقيبة بذا الفيديو طلعت معي قرابة 6 مرات. يعني أنا ذي الحقيبة ما راح ارتديها جراء ذا الفيديو وجراء هذا الحدث الغبي. طيب مثل ما تشوفوا يا أعزائي المشاهدين، حصيلة هذا الحدث أنه أنفقنا عليه 4000 جوهرة كاملة. أنفقنا باللفات الإضافية واستبدال الجوائز ما لا يقل كمان عن 100 لفة إضافية، وإجماليا ما حصلنا ولا إشي حرفيا. يعني سكين الأرنب الرعدي أنا معي من البداية، سكين الأرنب الناري أنا معي من البداية، لكن سكنات الأرانب الأخرى ما رضي ولا سكن يطلع معي من ذول السكنات الثلاث. يعني حرفيا يا أعزائي المشاهدين لو ما كان معي سكين الأرنب الرعدي وسكين الأرنب الناري كنت انجلطت. يعني أكثر من 5000 جوهرة وما أدري كم أنفقناهم هيك على الفارغ. لهيك يا أعزائي المشاهدين لو كنت أنت ما بتشحن كثير أو ما عندك ميزانية كبيرة عشان تشحن فيها جواهر داخل هذا الحدث، أنا بنصحك من ذا الفيديو لا تشحن بتاتا على هذا الحدث. على عينك يا أسطورة، رغم أنه معي أفضل سكنات بهذا الحدث أنفقت أكثر من 4000 جوهرة وما حصلت ولا إشي حرفيا. فكان هذا الفيديو تبع اليوم. أتمنى أن هذا المقطع يكون نال إعجاب حضراتكم. كمان الخدعة الغبية اللي تكلمت عنها في بداية الفيديو لا تأخذوها على محمل الجد. زبطت معي صح في الفيديو القديم، الفيديو تبع شراكة قرينا مع شركة بيما وحصلت فيها سكنات أسطورية، لكن بذا المقطع ما نفعت معها ولا شيء. لا نفع معها سكن الأرنب الرعدي ولا شخصية البنت ولا أي شيء حرفيا. وبس يا أساطير لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان تصلكم جميع المقاطع الجديدة. كمان لا تنسى تشارك ذا المقطع مع صديقك عشان تورجيه الحظ الزبالة تبعي، وكمان عشان تحذروا من ذا الحدث الغبي. وملتقانا إن شاء الله بمقطع جديد في قادم الأيام على ذي القناة إن شاء الله.